أعزائي المشاهدين، وسط هذه الأجواء الرائعة وفوز فريق الأهلي بنغازي بالبطولة الثانية، نستضيف عماد الدين محمود مدرب الفريق. عماد، حقيقة وسط الأجواء الرائعة يعني البطولة الثانية لفريق الأهلي بنغازي، اليوم فرحة كبيرة هنا. أكيد طعم جميل إنك تكسب في وسط الأجواء الجميلة دي والجمهور العظيم جمهور الأهلي. أنا بهدي الفوز ده للجمهور العظيم ده، وبهديه لإدارة النادي الأهلي اللي عملت الواجب اللي عليها تمام تجاه الفريق، وأديها للعيبة اللي أخلصوا وقدموا مستوى رجولي جامد، وأخيرا أديها للأهلي في مصر ولجمهور الاتحاد السكندري اللي كان متابعني. عماد، انت ملقب بالعمده، بكل تاكيد اليوم كنت جيد جدا حقيقه من خلال المستوى الفريق، لكن نريد ان نعرف كيف شفت الامور التنظيميه والفنيه طوال هذا الموسم. الامور التنظيميه جيده جدا، الملاعب على مستوى عالي لكن محتاج تبقى في ملاعب اكتر. لجنه المسابقات لازم توزع المباريات بشكل افضل عشان ما يبقاش في فراغات كبيره، عشان الفرق تعرف تحافظ على مستواها. عماد، الفريق عانى من مشاكل كثيره، اصابات، حقيقه ارهاق بدني، كيف وجدت هذا؟ الحمد لله العقبات ان احنا نقف على رجلينا، انا اعتقد ان دي خبره، يا رب الخبره دي نتمسك بيها، لان الوصول للقمه دي حاجه جميله، لكن الحفاظ عليها اعتقد انه اصعب، ويا رب نقدر نحافظ عليها ان شاء الله. بكل تاكيد الف مبروك عماد، الف مبروك. مبروك عليكم، شكرا لقناه ليبيا الرياضيه، شكرا.